لو هنتكلم بقى على المراحل اللي هي بتبان اكتر في الاشعه، هو ان المريض يبدا يحصل له تغير في شكل راس عظمه الفخذ، وما تبقاش سفيريكال او ما تبقاش دايره، وتبدا تغير شكلها زي ان هي تبدا تبقى مفلطحه او فلات، وده نتيجه حدوث الضمور والضغط المستمر على الجزئيه دي، واللي هي مش واصل لها دم وبالتالي ضعيفه جدا، فيبدا يحصل فيها كسور، ثم مع الوقت تبدا يحصل لها تغيرات في الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق دي راس عظمه الفخذ، لكن اصبحت فلات مش اسفيريكال زي الطبيعي. وطبعا في الحاله دي لازم تغيير المفصل، وهو بيكون الحل الوحيد للمريض علشان يتجاوز مرحله الالم المزمن اللي هو فيها. وطبعا في المراحل المتقدمه جدا من المرض يبدا الحق كمان يتاثر بالخشونه ويبدا شكله يتغير، وممكن يبدا يحصل فيه تآكل ويبدا يترحل لفوق، بمعنى ان المريض لو حصل له تآكل في الجزئيه دي يبدا الحق يسيب مكانه ده ويبدا يطلع لفوق، ودي مراحل متقدمه جدا من المرض، وعاده ما بنخليش المريض يوصل للمرحله دي.